خليك انت كده قاعد عمال بتتفرج لي على فيديوهات تافهه والعالم مقلوب حواليك. تعالى لي بقى هنا خليني اصدمك واقول لك العلماء اكتشفوا مدينه كامله مدفونه تحت الهرم، شبكه كامله من الانفاق والهياكل الغامضه موجوده تحت الهرم. العالم كله مقلوب حرفيا، والخبر منتشر جدا والناس كلها عماله تتكلم عليه. ايه بقى الحكايه بالظبط؟ يلا بينا نعرف. في بحث علمي منشور بيقول ان في شبكه من الانفاق الضخمه والابنيه الغريبه موجوده تحت الهرم على عمق حوالي 2 كيلو متر. الخبر ده لو حقيقي فعلا هيشقلب علم المصريات، لان زي ما انت عارف السائد في علم المصريات الاهرامات دي مجرد مقابر. يا ترى ايه بقى اللي العلماء لقوه بالظبط؟ في روايتين بيتكلموا عن الموضوع ده. الروايه الاولى واحب اصدمك واقول لك ان الروايه دي غلط، وللاسف دي اللي منتشره اليومين دول وكله عمال بيتكلم عنها. الروايه الثانيه ودي اللي تم نشرها فعلا في البحث العلمي، ودي اللي انا جاي اكلمك عنها النهارده. ودي بتقول كالتالي: بص يا سيدي، اول حاجه لقوها ممرات صاعده ضخمه داخل جسم الهرم. في ممرين عملاقين بيصعدوا بزاويه 42 داخل جسم الهرم، واحده في الجهه الشرقيه والثانيه في الجهه الغربيه. الممرات دي بتبدا من القاعده من الناحيه الشرقيه وبتوصل لنص ارتفاع الهرم، وما كانوش مكتشفين ولا معروف وجودهم قبل كده. تاني حاجه لقوا ممر افقي غامض في قلب الهرم. في ممر افقي طوله 90 متر موجود عند الجهه الجنوبيه للهرم، والممر ده بيربط بين الممرات الصاعده اللي لسه مكتشفينها. ثالث حاجه لقوا ممرات نازله تحت الارض. في ممرين ضخمين، واحد في الجهه الشرقيه والثاني في الجهه الغربيه، بينزلوا تحت الارض، والممرات دي متصله ببعض عن طريق ممر افقي موجود عند قاعده الهرم من الناحيه الشماليه، وده بيأكد ان في شبكه ضخمه من الانفاق موجوده تحت الهرم. رابع حاجه لقوها مجمع انفاق موجود تحت قاعده الهرم. تحت الهرم على طول من الناحيه الشماليه لقوا هيكل معقد من الانفاق، والانفاق دي صغيره ومتصله ببعض. خامس حاجه لقوها ممرات غامضه متصله بغرفه الملك. اكتشفوا ان غرفه الملك مش معزوله زي ما كنا فاكرين، وان في ممرات صغيره تحتها بتوصل بين الغرفه وحجرات تانية، وبعضها بيمتد للغرفه الكبيره والممرات المكتشفه حديثا، وده معناه ان غرفه الملك كان لها اهميه اكبر من كونها مقبره. سادس حاجه لقوا غرفه جديده تحت غرفه الملك. الغرفه دي ما كانتش معروفه خالص وما كانش فيه اي دليل على وجودها قبل كده. سابع حاجه لقوا تجويف سري موجود فوق المدخل الاصلي للهرم، تجويف غامض فوق المدخل الرئيسي للهرم محدش عارف ده كان عباره عن ايه، بس في ممر افقي صغير بيخرج منه وبيمتد لجوه الهرم. تامن حاجه لقوا ممر سري ورا المدخل الخارجي. تاسع حاجه اكدوا وجود منطقه غامضه اسمها الفراغ الكبير جوه الهرم. الفراغ ده تم اكتشافه قبل كده باستخدام اشعه الميون، دلوقتي اتاكد وجوده بنسبه 100%، وده عباره عن شكل مستطيل وموجود فوق الممر الكبير جوه الهرم، بس لحد دلوقتي محدش عارف ده كان وظيفته ايه ولا ليه بنوه اصلا. اخر حاجه لقوا ممرين سريين بيربطوا بين الفراغ الكبير وبقيه الهرم، يعني الفراغ الضخم اللي جوه الهرم ده مش معزول. طب الكلام ده معناه ايه؟ الاكتشاف ده هيفتح سيل من التساؤلات في التاريخ المصري القديم. هل المصريين استخدموا تقنيات متقدمه جدا عشان يبنوا حاجه بالعظمه دي؟ كنت عملت فيديو قبل كده وقلت ان في بعض العلماء بيقولوا ان الاهرامات دي مستحيل تكون مجرد مقابر، وانها بنايات هندسيه اعقد من كونها مجرد مقابر. بعض النظريات مثلا بتقول انها كانت مصادر لتوليد الطاقه. المهم بقى انت شايف ايه؟ شاركني وقول لي رايك في التعليقات. سلام.